طريقة الركن الشمالي الغربي دي من أبسط الطرق لتطوير حل مبدئي أساسي لمشكلة النقل. ده عبارة عن جدول بيحتوي على مجموعة من المصانع: المصنع 1، المصنع 2، المصنع 3، وثلاث مخازن: المخزن أ والمخزن ب والمخزن ج. آخر عمود هو طاقة المصنع، يعني المصنع 1 الطاقة الإنتاجية بتاعته 280 وحدة، المصنع 2 الطاقة الإنتاجية بتاعته 320 وحدة، والمصنع 3 الطاقة الإنتاجية 200 وحدة. آخر عمود آخر صف ده طاقة المخزن، يعني المخزن أ الطاقة بتاعته اللي يقدر يستحملها أو نقدر نخزن فيه كميات 160 وحدة، والمخزن ب 180 وحدة، والمخزن ج 460 وحدة. يبقى آخر صف خاص بطاقة المخازن، وآخر عمود خاص بطاقة المصانع. فكرة طريقة الركن الشمالي الغربي بتعتمد إننا بنحدد آخر خلية على الجانب الشمال الغربي أو الشمال الغربي. الخلية هي المصنع 1 المخزن ج، يعني المكان ده. طيب هنبدأ نوزع طاقة المصنع في المخازن، لكن طبعا هناخد في حسابنا طاقة المخزن. يعني حاليا عندنا المصنع 1 بينتج 280 وحدة، عايزين نوزعها على المخازن. هنكتب في الخلية هنا أو في المكان ده 280. الرقم اللي موجود يا جماعة ده تكلفة الوحدة الواحدة. يعني أي وحدة هيتم نقلها من المصنع 1 للمخزن أ هتكلف 4 جنيه. أي وحدة هيتم نقلها من المصنع 2 للمخزن أ هتكلف 24 جنيه، وهكذا. طيب حطينا هنا 280 كده، طاقة المصنع كله اتحطت في المخزن ده، المخزن ج. طبعا لو بصينا تحت هنلاقي طاقة المخزن 460، يعني هقدر اخزن جواه ال 280 من غير اي مشكلة خالص. طيب كده المصنع خلاص الطاقة بتاعته او الكمية اللي بينتجها خلصت، فمش محتاج المخزن ب ولا محتاج المخزن أ. هنيجي للمصنع 2، عندنا طاقة المصنع 320، هنبدأ نوزعها في المخازن. المخزن ج هنبدأ بيه طبعا، عندنا 320. هل هكتب هنا 320؟ أكيد لأ، لأن المخزن بالفعل اتخزن جواه 280 وحدة، ففي الحالة دي الفرق بينهم هيكون 180، بحيث إن 180 و280 هيبقى 460، وكده طاقة المخزن انتهت. خلاص مش هنقدر نخزن حاجة تاني في المخزن ج. طيب المصنع بينتج 320 وحدة، خزنا منهم 180 وحدة. طيب الباقي اللي هو 140 هنخزنهم فين؟ في المخزن ب. فهنيجي هنا كده نكتب 140. طبعا احنا عارفين هنا ان المخزن ب طاقة التخزين بتاعته 180، وانا حطيت 140، يعني لسه كمان في 40 وحدة ممكن اخزنهم في المخزن ب. بالنسبة للمخزن أ هنعمل عليه اكس، لاننا كده مش محتاجين نخزن جواه حاجة تاني، لان طاقة المصنع كلها اتخزنت في المخزن ج والمخزن ب. طيب هنيجي للمصنع 3، 200 وحدة. هل ينفع اخزنها جوه المخزن ج؟ لا مش هينفع. السبب ان بالفعل اتخزن جواه الطاقة كلها اللي هي 460، اللي هو المخزن المصنع 1 والمصنع 2. طيب هنيجي للمخزن ب. احنا عندنا الباقي من طاقة المخزن 40 وحدة، هنخزنهم بالنسبة للمصنع 3. طيب وهنيجي في المخزن أ وهنكتب 160، بحيث ان 160 و40 200، 140 و180 320، وهنا طبعا ال 280 كلها. طيب هل ده معناه ان ده اقل تكلفة للنقل؟ اكيد طبعا مش مقياس. طيب تعالوا كده نحسب مع بعض تكلفة النقل المبدئية. طيب نحسب تكلفة النقل المبدئية ازاي؟ هناخد كل خلية فيها قيمة وهنضربها في تكلفة النقل. يعني هنا عندنا قيمة 280 في 14 زائد 180 في 16 زائد 140 في 6 زائد 40 في 20 زائد 160 في 6
طيب احنا كده عملنا ايه؟ خدنا ال 280 اللي هي القيمة اللي هنا وضربناها في 14 اللي هي تكلفة النقل لكل وحدة، زائد الخلية اللي بعدها 180 في 16 اللي هي تكلفة النقل بالنسبة لمخزن ج، وهكذا. الناتج هيكون 14200. طيب كده احنا عملنا تكلفة النقل المبدئية. محتاجين نعرف عدد الخلايا المشغولة. هنحسبها ازاي؟ هنقول عدد الخلايا المشغولة هيساوي عدد الصفوف زائد عدد الأعمدة ناقص 1. طيب احنا عندنا كام خلية مشغولة دلوقتي؟ 1 2 3 4 5، فالمفروض الناتج يكون 5. عدد الصفوف 1 2 3، يبقى 3 زائد عدد الأعمدة 1 2 3 ناقص 1 هيساوي 3 زائد 3 6 ناقص 1 يبقى 5. يبقى كده الحل بتاعنا صح.